كيف يعني أحصل خشوع وكيف نرزق الخشوع؟ ذكرت قبل ذلك أحبابي، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين، وأن يجعلني ابتداء من أهل الخشوع، ليخرج قولي من قلبي ليصل إلى قلوبكم، إنه على كل شيء قدير. الخشوع عمل من أعمال القلب، خلي بال حضرتك قوي، الخشوع عمل من أعمال القلب. طيب القلب حضرتك زي الإناء، مثل هذا الإناء ده لو أنا ملأته الآن بأي شراب حتى يسيل الشراب على حواف الإناء، هل ينفع ان انا احط في الاناء سائلا اخر؟ ما ينفعش. طب انا عاوز اضع سائلا اخر، اعمل ايه؟ لازم افرغ شوية من السائل، لازم افضي الكوب شوية، وعلى قدر الفراغ اللي هيكون موجود في الكوب على قدر الاستيعاب للسائل الجديد. كذلك القلب يا اخواني ممكن يكون مليان شهوات ومليان شبهات، مليان أموال وحرص على المال وحرص على المناصب وحرص على الجاه، ومليان شبهات يعني كتير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لحد ما طفح. أنا أجي في لحظة من اللحظات بعد حلقة من الحلقات دي أسمع عن الله، أسمع عن رسول الله، أقوم أشعر بشيء كده من التأنيب، وأشعر بشيء من النفس اللوامة عمالة بقى تلومني أنت وأنت وأنت وأنت، وعاوز أرجع إلى الله. أقوم أطلع أصلي المغرب دلوقتي بفضل الله عز وجل، نفسي أخشع مش عارف أخشع. الله، إيه اللي حصل؟ كل ما أجي أخشع مش عارف أخشع. ليه؟ لأن حضرتك القلب مليان طافح شهوات وشبهات، كل ما تيجي تحشر الخشوع في القلب يقع بره القلب. خلي بالك من التفصيل ده والتأصيل ده، لأن بفضل الله مهم جدا. كل ما اجي أحشر الخشوع في القلب يقع بره، فما لاقيهوش، الاقي تاني لا انا عارف اركز في القرآن، ولا انا عارف اركز في التسبيح، ولا انا عارف اركز مع رب العزة واستشعر جلاله وعظمته وقدرته. ليه؟ لان كل ما باجي احشر الخشوع بيقع خارج القلب، ملوش مكان. ابقى اعمل ايه طيب عشان ادخل خشوع؟ اخلي شوية، لابد من التخلية قبل التحلية، ما تنساش مني دي، لابد من التخلية قبل التحلية. طب يا مولانا انا موافق معاك، اخلي ازاي؟ هو ده الكلام بقى. التنظير ما ينفعش، التنظير ما ينفعش. تنظير يعني ايه؟ يعني الكلام النظر اللي انا هقوله ده مش ممكن هترزق به الخشوع الا اذا خدته كخريطة ومشيت على الخريطة عشان تنفذ وتبقى عمل، تبقى خريطة الطريق، بس مش خريطة الطريق الكذابة البكاشة اللي انتوا عارفينها، لا، خريطة الطريق بقى تدلك على الحق، تدلك على الخشوع الحقيقي. انك اقول لك اول شيء خلي بالك بقى، لابد ان تعرض قلبك لمواد الإيمان ولبيئة الإيمان، وأن تبعد قلبك عن مواد المعاصي وبيئة المعاصي. جاء الرجل الذي قتل 100 نفس إلى العالم فقال له اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. يبقى لازم أغير البيئة بقى، لأن أنا عمال أتنفس هوا معصية وشم هوا معصية واشرب معاصي واكل معاصي. أكل وشرب بقت ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل لحظة أنا في معصية. طب وبعدين اجي في لحظة كده عاوز احشر الخشوع، لا مستحيل. يبقى اخلي الاول، والاخلاء بالعمل، بان انا ابتعد عن بيئة المعصية على قدر المستطاع، واعرض نفسي لبيئة الايمان، واعرض نفسي لاهل الايمان، اسمع بقى عن الله واسمع عن رسول الله. وما تستعجلش، يعني مش بعد الحلقة دي حضرتك تيجي ما تلاقيش الخشوع في صلاة المغرب تقول لا 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 ده الكلام ده كلام كله كلام فاضي، وانا لا، انتظر واصبر، لان ده ما بيجيش بالتنظير لكن بيجي بالعمل، يجي بالشغل. يبقى أول شيء إن أنا أعرض نفسي لبيئة الإيمان والمواد الإيمان، لأن الإيمان بيزيد بالطاعة وبينقص بالمعصية. طب الأمر الثاني، حافظ على الصلاة في أوقاتها، بس قبل ما تروح المسجد يا ريت تروح بدري شوية، ما تروحش على الصلاة، حاول تروح بدري شوية إذا ما كنتش متبع للسنة. لأن الاتباع إيه؟ الاتباع إن أنا أصلي السنة في البيت، اصلي السنه في بيتي وبعدين اذهب الى الفريضه. طب انا لو انتظرت في البيت، بعض اخواننا يقول لك مش هصلي، طب خلاص اروح مبكرا شويه الى المسجد واصلي تحيه المسجد ركعتين، وبعدين اهيئ قلبي تهيئه اخرى، ابدا اصلي السنن. كل ده تهيئه للقلب لحد ما ياتي المؤذن ويقيم الصلاه وادخل على الفريضه، يبقى القلب يهيئ. يا اخي ده الفريق القومي بيكون عنده ماتش كبير بيعمل معسكر، مش كده ولا ايه؟ ما انتوا حريفه كوره يعني، والمشايخ مش دراويش يعني، عارفين كل حاجه ان شاء الله. فبيعمل الفريق القومي معسكر. ايه المعسكر ده؟ المعسكر ده الهدف منه شحن معنوي، ابتداء يشحنوا شحن معنوي، يعمل له معسكر يبعدوا عن كل حاجه، يشحنوا شحنا معنويا عشان الفوز، وبعد كده تاتي التمرينات بقى يبقى شحن مادي. فانا بقول لك اقف في الصلاه، صلاه النوافل، اشحن قلبك شحنا ايمانيا ليصبح القلب مهيئا للقيام بين يدي الرب في صلاه الفريضه. طيب 3، حافظ على الذكر يحيي القلب، وانت في عربيتك وانت في البيت، زوجتك بتجهز الطعام ما تعملش مشكله،
ما تعملش مشكلة. روحت البيت لسه ما خلصتش ولا حاجة، انت عاملها قضية ليه؟ ما تقعد، ده انت والله العظيم لو انت فاهمها صح وحاسبها صح والله تفرح. نص ساعة كمان كويس، او قاعد في البيت بقى شغل بالذكر، شغل بذكر الله، شغل بالتسبيح، ومصلي ركعتين. وظف الوقت توظيفا ايمانيا، يبقى الذكر يحيي القلب. الامر الرابع، خليك في صحبة تذكرك بالله، وابعد عن الصحبة اللي بتأزك أزا على المعصية. لا تصاحب إلا مؤمنا ويأكل طعامك إلا تقي. شايف علاج؟ انت حضرتك متصور انه ملوش علاقة بالخشوع، لكن هو ده الأسباب العملية الحقيقية ليحصل القلب الخشوع. أسأل الله أن يرزقنا لكم الخشوع، فاجتهد شوية واشتغل شوية، وبإذن الله هتحس بالمتعة، وهتحس باللذة، وهتحس بالقرب، وهتحس بأن أسعد لحظات حياتك وأنت مع ربك. هتحس بالأنس الحقيقي وأنت مع الله عز وجل. اعلم أنه لا يتذوق حلاوة الأنس بالله إلا من خرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن ضيق الجهل بالله إلى فضاء العلم بالله، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. أسأل الله أن يطهرني وإياك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.